الإنسان ينادي بنجاة نفسه، وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما. ولذلك قال الله تعالى في أوليائه: لا خوف عليهم فيما هم مقبلون، فيما هم ذاهبون إليه، ولا هم يحزنون على أمر تركوه في الدنيا. لا يخافون على أولادهم ولا على أموالهم ولا على ديارهم، إنما يتولى أمر من تركوه هذا الخالق العظيم. لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم وصف الله